إذا ننطلق أعزائي التلاميذ. إذا قلت بأنه بعد ما دوزنا الحصة الأولى والحصص ديال السنة الماضية تبين بأن عدد كبير من التلاميذ يشتكون أو يريدون دعما فيما يخص الدرس اللغوي وخاصة الدروس بعينها. توصلت بطلبات تتعلق بدرس المصادر، تتعلق بدرس النسبة، وتتعلق بدرس الاستعارة. هذه هي الدروس التي ربما التلاميذ بالإضافة إلى درس العدد. ونظرا لأن أكثر طلبات طلبت الاستعارة فحاولت أن أخصص لكم أعزائي التلاميذ هذه الحصة اليوم فيما يخص درس الاستعارة. إذا أول ملاحظة نبدأ درس الاستعارة. إذا ننطلق. الاستعارة طبعا أعزائي التلاميذ إذا نبدأ أولا بالتعريف. ما هي الاستعارة؟ إذا ما هي الاستعارة أعزائي التلاميذ؟ ننتظر هل من تعريف عند البعض وسأمشي معكم خطوة خطوة. إذا التعريف، هل من تعريف للاستعارة؟ أنتظر إجابتكم. إذا تشبيه حذف أحد أطرافيه أو طرفيه. نعم، نبدأ بهذا التعريف. إذا الاستعارة هي تشبيه حذف أحد طرفيه. إذا نلاحظ، ولكن هل مفهوم ما معنى الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه؟ إذا سأقدم إليكم التعاريف التالية. الاستعارة هي لفظ استعمل في غير موضع له مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي وعلاقة المشابهة. بتعبير آخر، الاستعارة هي كلمة استعملت في غير معناها الحقيقي وفي غير ما وضعت له، وبما أنها استعملت في غير ما وضعت له فهي لا بد لها من قرينة توضح أن هذا اللفظ استعمل في غير ما وضع له، وتكون دائما العلاقة بين الكلمة التي أذكر والكلمة التي أقصد هي علاقة المشابهة. إذن هذا التعريف الأول، وسأتي على تحليل كل تعريف على حدة. فيما يخص التعريف الثاني، الاستعارة هي لفظ أو هي تشبيه حذف أحد طرفيه. الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه، وهذا هو التعريف الذي قدمه معظم الأصدقاء أو التلاميذ الذين يتفاعلون معنا في هذه الحصة. والتعريف الثالث، الاستعارة مجاز لغوي ينبني على علاقة المشابهة وخرق منطقية الإسناد عن طريق إسقاط وحدة معجمية لحقل ما على حقل آخر. إذن هناك تعاريف كثيرة وتعاريف متعددة للاستعارة، ولكن سنقتصر على هذه التعاريف الثلاث فقط. إذن أعيد التعريف الأول: الاستعارة هي هي لفظ استعمل في غير موضع له مع قرينة مانعة وعلاقة مشابهة. نعم، سأشرح كل شيء على حدة فقط الآن في التعريف بما يخص إسماعيل. التعريف الثاني: الاستعارة هي تشبيه حذف أحد طرفيه. والتعريف الثالث: الاستعارة هي مجاز لغوي ينبني على علاقة المشابهة وخرق منطقية الإسناد عن طريق إسناد وحدة معجمية لحقل ما على حقل آخر. إذن سأتابع وسأشرح. نعم، سيتم تسجيل الحصة وسيتم إذاعتها فيما يخص عبده. إذن فما المقصود بهذه التعريف وما دلالاتها وما معانيها؟ إذن نلاحظ التعريف الأول: الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه. إذن إليك عزيزي التلميذ مجموعة من الأمثلة أمامك الآن، وأحاول أن أبين الطرفين ما المقصود بهما. الطرف الأول مكتوب بالأزرق هو المشبه، والطرف الثاني مكتوب بالأحمر وهو المشبه به. إذن هذين هما الطرفين في كل تشبيه. التشبيه هو بيان أن شيئين اللذين هما المشبه والمشبه به، بيان أن شيئين يشتركان في صفة بأداة وعلاقة بينهما. بيان أن شيئين، الشيء الأول هو المشبه به، الشيء الثاني هو المشبه، والأداة ووجه الشبه. إذن عناصر التشبيه 4: مشبه، مشبه به، أداة، ووجه الشبه. الأداة ليست ضرورية في التشبيه، قد تذكر وقد تحذف. فأقول مثلا: الكتاب صديق، ويمكن لي أن أحذف الكاف في المثال الأول ويبقى المثال تشبيها. ويمكن أن أقول أن أحذف وجه الشبه، فأقول: الكتاب صديق في المؤانسة، وأحذف وجه الشبه. ولكن لحد الساعة لا زال المثال يشكل تشبيها، ولا زال في المثال تشبيه، لأن فيه طرفان: الطرف الأول بالأزرق الكتاب، والطرف الثاني بالأحمر وهو الصديق. نفس الشيء بالنسبة للأمثلة المتبقية.
ففي المثال الثاني: في بيتنا ثريا مثل الشمس الساطعة. بالنسبة للتلاميذ تريا، إذا في بيتنا تريا كالشمس، إذا فيتضح أن هناك طرفان: الثريا والشمس، بالإضافة إلى الأداة التي هي هنا مثل، أو وجه الشبه الذي هو الساطعة. إذا فهذه 4 عناصر في كل تشبيه. نعم، في المثال الثالث نفس الشيء: هند تشبه البدر في الجمال، فلدينا الطرفان اللذان هما هند والبدر، ولدينا أداة تشبيه اللي هي تشبه، بالإضافة إلى وجه الشبه وهو في الجمال. إذن فهذه هي العناصر 4 للتشبيه. عزيزي التلميذ لاحظ معي، سأنطلق معك من التشبيه لأقف عند الاستعارة وأشرح الاستعارة، وأتمنى أنه في نهاية الحصة تكون الاستعارة واضحة ودقيقة وبسيطة، فالدرس بسيط جدا وسهل، ولست أدري لماذا كل تلاميذي يتخوفون من هذا الدرس، ربما فقط لأنه من الدروس الأخيرة، وغالبا التلاميذ لا يعطون أهمية الدروس الأخيرة مع ضغط نهاية السنة أو مع الشعور باقتراب امتحان أو غير ذلك. ليس معقدا لنفس مريم، سأشرحه ببساطة، وأنا على يقين أنه في نهاية الحصة سيكون سهلا وبسيطا. نتابع. إذا لدينا في المثال المقام الأخير أيضا طرفان هما المشبه والمشبه به: اللسان والسيف. اللسان كالسيف، فكاف أداة تشبيه، وفي الإيذاء أو في الإيلام غيرها وجه شبه. إذن في نفس الشيء في المثال الأخير. إذن هل التشبيه واضح أعزائي التلاميذ؟ التشبيه إذن بيان أن شيئين يشتركان في صفة بأداة عناصره 4. نعم، بالنسبة للذين لا يتضح لهم ما يحدث. إذن لاحظ معي بالنسبة إليك محمد شموري، التشبيه يكون فيه طرفان: الطرف الأول بالأزرق والطرف الثاني بالأحمر، تربط بينهما أداة تشبيه وتكون الوجه الشبه بينهما. إذا نتابع. نلاحظ معي هذه الأمثلة وسننتقل إلى الصفحة الموالية. إذا من خلال هذه الأمثلة يتضح لكم أعزائي التلاميذ أن أركان التشبيه 4، هي المشبه به، الأداة، وجه شبه. المشبه به، الأداة، ووجه الشبه. هذه العناصر 4 قد تذكر، إذا كان الطرفان ضروريان، المشبه والمشبه به، فإن الأداة ووجه الشبه قد يحذفان وقد يذكران. الطرف الأول مشبه في الأمثلة السابقة هو الكتاب، وفي المثال الثاني إذن فقد كان المثال السابق على الشكل التالي: الكتاب كالصديق في المؤانسة. في المثال الثاني: الثريا كالشمس في اللمعان. في المثال الثالث: هند كالبدر في الجمال أو في الحسن. في المثال الرابع: اللسان كالسيف في الإيذاء. في المثال الخامس: سفن كالجبال في الميناء. إذن هذا تشبيه. سأحاول معك عزيزي التلميذ أن أغير هذه التشابيه إلى استعارات. نعم، بالنسبة للأداة فالأدوات التشبيه كثيرة ومتعددة ومتنوعة، قد تكون عبارة عن حرف كما هو هنا مثل كأن أو الكاف أو غيرها، وقد تكون عبارة عن اسم مثل شبه، شبيه، نظير، مثيل أو ذلك، وقد تكون عبارة عن فعل إذا قلنا يشبه أو يحاكي أو يضارع أو يماثل أو غير ذلك. تمام؟ إذن هذه العناصر 4 سأحولها إلى استعارات، ومن خلالها سيتضح لكم أعزائي التلاميذ المعنى المقصود بالاستعارة. إذا لاحظ معي ماذا سيقع. سنحول التشابيه السابقة إلى استعارات بحذف المشبه الذي هو كان بالأزرق. في المثال الأول كان عندي الكتاب كالصديق، سأحذف الكتاب وأترك مكانه الصديق، فأقول: طالعت صفحات من الصديق المطبوع ثم أرجعته إلى الخزانة. فالذي يستمع إلى هذه الجملة سيعرف جيدا أن الصديق يقصد به الكتاب هنا. إذن سأعود إليكم وأسألكم: إذن من يحول المثال الثاني المتعلق
في بيتنا ثريا مثل الشمس الساطعة. إذا ستذكر لي جملة من عندك بحيث أنك ستستعمل كلمة شمس، والذي سيسمعك سيعرف جيدا أن المقصود بها هي الثريا. يعني في بيتنا شمس تنيره ليلا، بالنسبة إليك يا عبد شكرا. إذا ينبغي أن أوضح القارنة جيدا. في بيتنا شمس، ليس شمسا، شمس تنيره ليلا معلقة في السقف. نعم شكرا. في بيتنا شمس. نعم. إذا نشوفوا أش نقدم لكم التلميذ لكي يشارك معكم في المثال. إذا في المثال اللي عندنا رأينا المثال الثاني. إذا شمس زجاجية معلقة في السقف، أو لشمس زجاجية تنير بيتنا. إذا واضح المثال أعزائي التلاميذ. إذا في هذه الحالة فأنا الآن استعملت استعارة. إذا فكلمة شمس هي لفظ مستعمل في غير موضع له. إذا فكلمة شمس أو كلمة صديق في المثال الأول هي لفظ استعمل في غير موضع له. لا واضح؟ فالمقصود هو الكتاب. إذا العلاقة بين الصديق والكتاب هي علاقة المشابهة، والعلاقة دائما في الاستعارة هي المشابهة. ولكن ما الذي يجعل من كلمة صديق استعارة ويجعل منها كلمة استعملت في غير موضعها؟ هو القرينة، وهو ما يوضح الاستعارة، وهو هذه الكلمات صفحات وكلمة المطبوع والخزانة وغير ذلك. فالصديق الحقيقي لا تكون فيه صفحات، وبالتالي في هذا المثال استعارة. لقد استعرت لفظ الصديق للدلالة على معنى الكتاب، وما يوضح ذلك هو كلمات مثل صفحات مطبوع. أرجعته إلى الخزانة. انتبه. نفس الشيء بالنسبة للمثال الثاني، شمس زجاجية معلقة في السقف. فكلمة شمس هي كلمة استعارية وكلمة مجازية المقصود بها ثريا. شبهت الثريا بالشمس وصرحت بالمشبه به. وما يبين هذه الاستعارة هو كلمة زجاجية، فالشمس لا تكون من الزجاج، وبالتالي ففي هذا الكلمة استعارة. يعني تابع. إذن أعود إليكم أعزائي التلاميذ دائما في إطار تفاعلنا معكم، وأطرح ما يلي. إذن من يحول المثال الثالث؟ هند تشبه البدر في الجمال. هند تشبه البدر في الجمال. سأذكر البدر بحيث أن كل من سمع كلمة البدر سيعرف أنني أقصد فتاة. نعم هي، نعم بالنسبة إليك أمين، هي نعم المثال غير واضح. نعم لا انتبهي سارة، لقد ذكرت الطرفين معا هند وبدر. نحن لا نذكرهما في الاستعارة، نذكر واحدة فقط. نعم شكرا جزيلا دركي. صافحت البدر بجماله، جملة صحيحة، فهذه جملة استعارة لأن البدر لا يصافح. صافحت بدرا في عز النهار. شكرا جزيلا بالنسبة إليك مهدي رضا. إذا نرى ماذا كتب في هذا المثال. كتبت الجملة التالية: لوح لي البدر بيده من الشرفة. فهذه الجملة جملة متضمنة للاستعارة. إذن واضح معي أن كلمة البدر هي كلمة غير حقيقية وغير مقصودة لذاتها، فهي كلمة استعارة. ففي هذا المثال استعارة. فنقول لقد شبهت الفتاة بالبدر وصرح بلفظ المشبه به، فهي استعارة تصريحية. إذن لدينا في هذا المثال 4 عناصر: المستعار له الذي هو الفتاة، والمستعار منه الذي هو البدر، وما يبين الاستعارة هو القرينة، والعلاقة بين الطرفين دائما تكون هي المشابهة. نعم إذا نعتقد الأمور بدأت تتضح، ونذهب تدريجيا في المثال الرابع: اللسان كالسيف في الإيداء. المطلوب منك عزيزي التلميذ أن تحول هذا المثال إلى استعارة، بحيث تذكر المشبه به الذي هو السيف، وكل من سمعك يعرف أنك تقصد اللسان. نعم الاستعارة مجاز بالنسبة إليك وإبراهيم. لقد بينا في الأمثلة السابقة وفي المثال الأول في التعريف أن الاستعارة مجاز لغوي. لاحظ معي التعريف الثالث: الاستعارة مجاز لغوي. واضح؟ إذن فهي نوع من المجاز. نعم نتابع. إذا من يحول المثال؟ تكلم بسيف القاطع. شكرا جزيلا، جملة صحيحة. تكلم بسيف القاطع. اللسان يجرح. نعم لاحظ معي أن هناك من ذكر اللسان وهناك من ذكر السيف.
نحن الآن نريد السيف فقط، سنأتي إلى المثال الثاني عندما نتكلم عن المشبه. نعم شكرا، أعتقد الأمثلة واضحة إليكم أعزائي التلاميذ. زميلكم كتب ما يلي: احذر سيف التلاميذ وأبناءنا التلاميذ. إذا نتابع في المثال السابق أو المثال ما قبل الأخير، نرى المثال يقول مثلا هذا المثال: اللسان كالسيف في الإيذاء. لقد تم تحويله إلى استعارة فقيل اللسان احذر سيفا بين فكيك. فكلمة سيف هنا المقصود بها اللسان، لأن السيف لا يكون بين الفكين ولا يكون في الفم. إذا فمن يسمع كلمة السيف هنا يعرف أنها عبارة عن استعارة. إذا المثال الأخير قبل أن نمر إلى التطبيقات، إذا المثال الأخير على شكلين: في الميناء سفن كالجبال في العلو. إذا نعم كلامك كالسيف، لا انتبه معي أحمد الإمامي، الكلام كالسيف هذا تشبيه، نحن لا نريد التشبيه، نحن نريد الاستعارة. في الاستعارة لا يذكر الطرفان، أنت ذكرت طرفين معا، ذكرت الكلام والسيف، وفي الاستعارة يذكر واحد فقط، لأن أول تعريف قدمناه للاستعارة هو تشبيه حذف أحد طرفيه. بالنسبة إليك كلامك أيضا جوابك خطأ أحمد عادل أحمد، كلامك سيف هذا تشبيه فيه طرفان، نحن نريد طرفا واحدا فقط، نحن نريد طرفا واحدا. نعم غرق الجبال وسط البحر ممكن، غادرت الجبال والبحر شكرا ممكن. إذا نتابع معي أمين. إذا نتابع. إذا جاء في الجواب الموالي ما يلي، أو في المثال الموالي ما يلي: أبحرت جبال محملة بالركاب والبضائع. فهذا عبارة عن استعارة، فالجبال المقصود بها السفن هنا. إذا عزيزي التلميذ وأخي التلميذ ركز معي قليلا، التشبيه الاستعارة لا يذكر فيها الطرفان معا، وإنما طرف واحد فقط. فإذا ذكر المستعار منه أو ما سمي المشبه به الذي كتب بالأحمر في الأمثلة السابقة، نسمي هذه الاستعارة استعارة تصريحية. إذن أعيد: الاستعارة التصريحية هي ما صرح فيها بلفظ المشبه به. الاستعارة التصريحية هي ما صرح فيها بلفظ المشبه به. فهذه الأمثلة ديال التشبيه إذا ذكرت ما هو بالأحمر: الصديق، الشمس، البدر، السيف، الجبال، وقصدت بها ما كتب بالأزرق، نسمي هذه استعارة تصريحية. التعريف واضح؟ ما فيه شيء إشكال؟ الاستعارة التصريحية هي ما صرح فيها بلفظ المشبه به. نعم شكرا. إذا نتابع. نأتي إلى نفس الأمثلة وسأحولها إلى استعارات مكنية، بحيث أنني سأذكر الطرف الأول الذي هو ما كتب بالأزرق. إذا من منكم أعزائي التلاميذ يحول الكتاب كالصديق في المؤانسة، بحيث يذكر لنا الكتاب وصفة من صفات الصديق أو الإنسان وتكون استعارة. نعم آنسني كتابي. نعم شكرا جزيلا عبده. نعم لا مريم خطأ، هذا تشبيه. الكتاب مثل رفيقي، الكتاب كرفيقي. لقد ذكرت الطرفين معا، نحن نريد طرفا واحدا فقط. استرحت للكتاب ممكن، الكتاب وفي ممكن. إذا نعم نرى ماذا كتب زميلكم التي يساهم معكم في هذه الحصة. كتب ما يلي: نقول الكتاب ونضيف أي فعل أو أي صفة من صفة الإنسان، فنقول الكتاب يسمع، الكتاب يضحك، الكتاب يكلم، آنسني الكتاب، اشتاق إلي الكتاب. فهذه كلها عبارة عن استعارات مكنية، بحيث أننا شبهنا الكتاب بإنسان وحذفنا الإنسان وتركنا ما يدل عليه أو ما يشير إليه أو ما يرمز إليه بفعل أو صفة أو غير ذلك. نعم سارحت الكتاب بكلماتي. نعم مريم الآن جواب صحيح. شاهدت أسدا بالنسبة إليك يونسوف، هذا قد يكون أسدا حقيقيا. شاهدت أسدا. نعم استعارة مكنية. شكرا جزيلا. الآن إذا نتابع، نعود إلى المثال الآخر وهو على الشكل التالي: في بيتنا ثريا مثل الشمس. في بيتنا ثريا مثل الشمس. سنحولها إلى استعارة مكنية،
بحيث أننا نذكر الثريا وصفة من صفات الشمس. شاهدت شروق الثريا في ظلام دامس، شكرا جزيلا. تصنع ثريا كل مساء في بيتنا حتى تكون الصورة أوضح. نعم، غربت ثريا بعد غروب، نعم أشرقت أحسن بالنسبة إليك أمين. إذا نعم، نرى زميلكم ماذا كتب في هذا المثال. كتب ما يلي: ثريا تشرق تغرب أو غير ذلك من الصفات في بيتنا أو غير ذلك. إذا نتابع ونتابع. إذا بالنسبة للمثال الثالث المتعلق بالاستعارة: هند تشبه البدر في الجمال. أعتقد بأن الدرس كنت متخوفا في البداية، لأنني توصلت برسائل كثيرة من التلاميذ يشتكون فيها من أن الدرس صعب وأن الدرس غير مفهوم، ولكن يبدو أن الدرس بسيط وسهل جدا. إذن هند تشبه البدر في الجمال. إذن الآن سأحولها إلى استعارة مكنية، بحيث سأذكر الهند وصفة من صفات البدر. نعم، أضاءت هند الكل بجمالها، ممكن هذه استعارة. نعم، خط صغير بالنسبة إلى السيد المحترم، أقلت هذا هند، ممكن أثلت هند. نعم صحيح، جملة صحيحة. إذا زميلكم أيضا وأستاذكم كتب لكم ما يلي ترى. إذا نعم، أنارت هند ليلتنا بجمالها، وهي جملة ذكرها معظم أصدقائكم. إذا أعتقد أن الآن الدرس بسيط وليس بالصعوبة التي كنتم تتصورون. اللسان كالسيف في الإيذاء، اللسان كالسيف. إذا في الاستعارة التصريحية استعملتم السيف، في الاستعارة المكنية سأذكر الآن اللسان، فأقول: نعم لم أفهم. نعم شكرا، نحن هنا لكي نفهم الجميع. لسان حاد، نعم اللسان الحاد، جملة صحيحة. اللسان يقتل، ممكن. جرحني صديقي بلسانه، جملة صحيحة جدا. إذا نعم، بالنسبة للذي لا يفهم لم يفهم بعد، أعيد أن الاستعارة هي تشبيه حذف أحد طرفيه. لدينا الآن أمامك عزيزي التلميذ أمثلة للتشبيه، كل طرف كتب بلون. الطرف الأول الذي هو المشبه كتب بالأزرق، والطرف الثاني الذي هو المشبه به كتب بالأحمر. هذه الأمثلة. وبالتالي فإذا ذكرت المشبه به في جملة وقصدت به المشبه كانت استعارة تصريحية، وإذا ذكرت ما كتب بالأزرق وصفة من صفات الجزء الثاني كانت استعارة مكنية. إذا نتابع في المثال الأخير: في الميناء سفن كالجبال في العلو. في الميناء سفن كالجبال في العلو. إذا سأقول في الاستعارة، قلنا في الاستعارة التصريحية: أبحرت جبال محملة بالبضائع، أو رست في الميناء جبال لحمل الركاب. الآن في الاستعارة المكنية نقول: شمخت سفن عالية في الميناء، ممكن. في الميناء سفن شامخة، نعم ممكن. من الأحسن أن نذكر بعض الكلمات التي لها علاقة بالجبال حتى تكون الجملة أوضح. نعم انتبه سيد المحترم، لقد قدمت تشبيها، لقد استعملت الكاف. نحن نريد استعارة لا مجال فيها لأدوات التشبيه ولا مجال فيها لطرفين. نعم، إذا زميلكم وأستاذكم قدم لكم هذا المثال على الشكل التالي: قممها يتوجها ثلوج أو قممها عالية. فكلمة القمم هي هنا القرينة، كلمة قمم هنا قرينة لها علاقة بالجبال. إذن أعيد عزيزي التلميذ: الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه، أو الاستعارة مجاز لغوي، وكل مجاز لا بد له من قرينة. القرينة، نعم سأشرح القرينة. القرينة هي ما يبين ويوضح الاستعارة ويبين أن اللفظ استعمل في غير موضع له. إذا نصل إلى الخلاصة التالية: الاستعارة إذن 4، وهي المستعار منه الذي سميناه المشبه، المستعار منه وهو المشبه به، القرينة وهي ما يفيد امتناع المعنى الأصلي، وهي ما يبين أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له. القرينة إما لفظية أو حالية، إما لفظية أو حالية.
نعم ممكن سفن الهيمالايا، ممكن الجبال عمارة في علوها، هذا تشبيه، هذا تشبيه بالنسبة إليك إبراهيم، لأن الجبال كالعمارة، نحن نريد طرفا واحدا. إذن انتبه معي وسأقدم مثالا على الاستعارة نشارك فيه جميعا. إذن لاحظ معي عزيزي التلميذ، لنكتب هذه الجملة جملة كيفما ليعطيني أحدكم تشبيها كيفما كان. من الأحسن أن التشبيه يكون من عندكم وأنا سأوضحه وسأجعله استعارة. نعم انتظروا تشبيها وليكون كما كان. الرجل كالصخر، الرجل نعم كالأسد أو كالصقر. لاحظ معي عزيزي التلميذ، هذا تشبيه فيه طرفان. إذا أردت أن أجعله استعارة فإما أن أجعله استعارة تصريحية وإما أن أجعله استعارة مكنية. فإذا أردت أن أجعله استعارة تصريحية سأذكر الأسد وأقصد به الرجل. إذن أقول يتابع الحصة اليوم أسود عبر الويب. فكلمة أسود هنا استعارة، كلمة أسود هنا استعارة. إذن أطرافها وأركانها هي على الشكل التالي. نعم المشبه به هو أسود، والمشبه هو التلاميذ. القرينة هي يتابع الحصة، لأن الأسد لا يتابع الحصة. متابع؟ إذا أردت أن أجعل نفس المثال استعارة مكنية سأقول الرجل يزأر. إذن في أركان الاستعارة سأكتب ما يلي: المستعار القرينة العلاقة نوع الاستعارة. في المثال الأول المستعار له دائما هو التلميذ. هذا مستعار منه هو الأسد. لاحظ أن المستعار له هو التلميذ والمستعار منه هو الأسد. القرينة في الجملتين معا، القرينة في المثال الأول هي يتابع الحصة، وفي المثال الثاني هي يزأر. العلاقة دائما بين المستعار له والمستعار منه هذه لا خلاف فيها، دائما هي المشابهة. هذا المثال استعارة مكنية، وفي هذا المثال أعتقد الأمور بدأت تتضح نسبيا. تابع. إذن نعود إلى الدرس ونتابع الدرس. إذن أركان الاستعارة 4: المستعار له الذي هو المشبه، المستعار منه الذي هو المشبه به، القرينة وهي كل ما يبين الاستعارة وكل ما يبين أن اللفظ استعمل في غير معناه أو في غير موضعه الأصلي، وقد تكون إما لفظية أي لفظا مذكورا مثل ما رأينا هنا كلمة يتابع الحصة استعارة لفظية، وكلمة هنا يزأر قرينة لفظية. وقد لا يكون القرينة مذكورة، تفهم فقط من خلال سياق الكلام. نعم، إذا قد لا تكون أعيد بالنسبة إليك إبراهيم، دائما تعيد نفس الجملة، جملة خاطئة فيما يخص الاستعارة، ليست استعارة. الجبال عمارة في علوها، هذا تشبيه، وهذا تشبيه وليست استعارة.
إذا نتابع، نعود. أعتقد الأركان الأربعة معروفة وأنواعها معروفة، ونصل إلى الاستعارة.